اللي صار امبارح بالهند صراحة اشي ابدا مش طبيعي، لانه بعد زيارة ليونيل ميسي للهند لأول مرة بالتاريخ، وبالأغلب تكون الأخيرة، لأنها تسببت بمواجهة كراهية كثير ضخمة للاعب الأرجنتيني. اللي صار إنه الهند عملت تمثال ضخم لميسي كهدية، وبعد افتتاح هذا التمثال يلي أبدا ما بشبهه ويلي اضطر يفتتحه أونلاين، أتوقع الأسباب أمنية. المهم بعد كل هذه الأحداث طلع إعلان إنه ميسي بعد ما يزور الهند راح يظهر في ملعب من ملاعب الهند، وراح يشارك ويلعب في مباراة ودية. مبدئيا التذاكر انباعوا في أقل من ساعتين، والتذكرة الواحدة سعرها 12,000 روبية، يعني تقريبا 140 دولار أمريكي، وهذا السعر أبدا مش قليل خصوصا في الهند. وبالفعل الملعب امتلأ من قبل الحدث ب4 ساعات والجماهير واقفة بالشمس، وكثير أزمة الملعب كان. وبالنهاية بدأ الحدث، وباللحظة اللي كان مستنية أكثر من 60,000 متفرج من الصبح فعلا، وأخيرا ظهر ميسي، بس ما عمل اشي، لوح للجماهير بإيديه وطلع. طبعا الجماهير انصدموا من اللي صار، الجمهور حرفيا انفجروا ودمروا الملعب على المنظمين وحتى الشرطة. صراحة كان شيء جدا مخزي وكأنها عملية نصب كبيرة. طيب الحق على مين؟ مبدئيا ما في اي دليل انه ميسي تعمد هذه الحركة او حتى انه وعد الجمهور شخصيا، وعلى الاغلب كان فشل تنظيمي واستغلال اسم اللاعب تجاريا وعلى وعود كذابة.